خدمة استعادة كلمة المرور. تعمل هذه الخدمة على إعادة ضبط كلمة المرور في حال تم نسيانها في الدليل النشط، أو إعادة الوصول للحساب في الدليل النشط بنفس كلمة المرور السابقة، حيث أن الدليل النشط يستخدم في معظم أنظمة الجامعة كنظام مراسلات والبوابة الإلكترونية وبوابة التعليم الإلكتروني، وذلك يتم من خلال النقر على طلب الخدمة ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، ومن ثم النقر على Next. بعد ذلك يتم إرسال رسالة إليك بكود التحقق، حيث يتم إدخالها في الخانة أسفل السكيورتي كود، ومن ثم النقر على Next. يظهر بعد ذلك خياران. الخيار الأول Account Unlock، وذلك في حال كنت تود استرجاع حسابك بالرقم السري المسجل سابقاً دون الحاجة لتغيير الرقم السري. الخيار الثاني Password Rest، وذلك في حال كنت تود ضبط كلمة مرور جديدة مختلفة عن كلمة المرور السابقة، وذلك عن طريق إدخال كلمة المرور الجديدة في الخانة الأولى وفي الخانة الثانية. يتم تأكيد كلمة المرور الجديدة. ملاحظة: عند إدخال كلمة المرور يجب أن تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة باللغة الإنجليزية، وكذلك يجب أن تحتوي على أرقام، ويجب التأكد أن الرقم في الخانة الأولى هو نفسه الرقم في الخانة الثانية، وإلا ستظهر الرسالة خطأ. بعد إدخال الرقم السري الجديد بالشروط الصحيحة، تظهر الرسالة تؤكد بأنه تم إعادة ضبط لكلمة المرور. مع تحيات عمادة تقنيات المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة شقراء.